Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahna Ahmad Afifi Billajad fi hadzal yawm سأقدم عرض بدءا الأكثر الاستخدام القواميسي الإنترنية القواميسي الورقية في تحسين مستوى اللغة العربية لدى الطلبة. أولا المقدمة البحث. كما عرفنا تعد اللغة العربية من أهم اللغة في مجالات التعليم والدين والتواصل ولذلك يحتاج الطلبة إلى اكتساب المفردات اتقان مهارة اللغة بصورة صحيحة وفي الوقت الحالي أن تشيرت القوامس الإلكترونية بسبب سهولة الوصول إليها وسرعة استخدامها على الرغم من ذلك لا تزال القوامس الورقية تحتفظ بأهميتها العلمية ودقتها. ثانيا المشكلة الدراسة يواجه بعض الطلبة صعوبة في أفهام المفردات العربية. لا شك ولا ريب تسعى بهذه الدراسة إلى معرفة تحصيل كل أنواع من القواميس في تطوير مهارات الطلبة. وآخر الكلام أرجو أن يساعدكم هذا البحث في تقديم أفهام أو ردها وشكر حسن الاستماعكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد دانيال بن نووي. الآن أقدم لكم تحت الموضوع الدراسة وأهدافها في هذا البحث. بالنسبة إلى أسئلة الدراسة يسعى هذا البحث إلى معرفة أثر استخدام القاموس الورقي في إتقان اللغة العربية لدى الطلبة، كما يهدف إلى التعرف على أثر استخدام القاموس الإلكتروني في تنمية المهارات اللغوية. وإضافة إلى ذلك تحاول الدراسة معرفة ما إذا كانت هناك فروق بين القاموس الورقي والقاموس الإلكتروني في تحسين مستوى اللغة العربية، وتحديد النوع الأكثر فاعلية في مساعدة الطلبة على فهم المفردات واستخدامها بشكل صحيح. كما تبحث الدراسة في التحديات التي يواجهها الطلبة أثناء استخدام القواميس المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو استخدام القواميس الإلكترونية والورقية. بعد ذلك أما بالنسبة إلى أهداف الدراسة فيهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر استخدام القاموس الورقي والقاموس الإلكتروني في تعلم اللغة العربية، مقارنة فاعلية كل منهما في تنمية المهارات اللغوية لدى الطلبة. كما تهدف الدراسة إلى معرفة القاموس الأكثر استخداما بين الطلبة والكشف عن الصعوبات التي تواجههم أثناء استخدام القواميس، واقتراح بعض الحلول والتطويرات التي قد تساعد في تحسين تعلم اللغة العربية. هذا فقط مني، شكرا لكم على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أزفر أسيم بن أزمن. اليوم سأتكلم عن أهمية البحث، يعني أما فيما يخص أهمية البحث فتكمن القيمة الجوهرية لهذه الدراسة في كونها مرجعا تطبيقيا يساعد الطلبة أولا على انتقاء الوسائل المعجمية الأنسب لتحصيلهم العلمي، وعلى
صعيد أكاديمي تهدف الدراسة إلى تمكين المحاضرين من تطوير آليات التدريس عبر دمج التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، مما يصب في مصلحة المؤسسة التعليمية بتزويدها بمعلومات علمية دقيقة. وختاما، لا تقتصر هذه الأهمية على الواقع الراهن فحسب، بل تعد حجر الزاوية لإسراء الدراسات اللغوية وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين لاستكشاف تقنيات التعليمية مبتكرة تطوير المهارات اللغوية في المستقبل. ثم الحدود البحثي. أولا، الحد الموضوعي. تركز هذه الدراسة على أثر استخدام القاموس الورقي والقاموس الإلكتروني في إتقان اللغة العربية لدى الطلبة. ثانيا، الحد البشري. تقتصر هذه الدراسة على طلبة جامعة ماليزيا كالانتان الذين يدرسون اللغة العربية. ثالثا، الحد المكاني. تجرى هذه الدراسة في جامعة ماليزيا كالانتان. وأخيرا، الحد الزماني. تجرى هذه الدراسة خلال العام الجامعي 2026 ميلاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Wan Muhammad Akmal bin Azmim wa talibun fi Jami'ah Malaysia Kelantan. Sa'aridu lakum al-yawm mustalahati ad-dirasah wa ad-dirasah as-sabiqah fi bahthi. Awalan, al-qamus al-waraqi huwa kitabun matbu'un yashtamilu 'ala al-mufradati al-lughawiyyah wa yu'tamadu 'alayhi kamarji'i li fahmi al-kalimat al-jadidah. Thaniyan, القاموس الإلكتروني هو قاموس رقمي يستخدم عبر الهواتف الذكية ويتيح للمستخدم الوصول السريع إلى المعاني. ثالثا، إتقان اللغة العربية ويقصد به قدرة الطلبة على استخدام اللغة في القراءة والكتابة والاستماع والتحدث. رابعا، طلبة جامعة ماليزيا كلانتان وهم الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية داخل هذه الجامعة. ننتقل الآن إلى الدراسة السابقة. لقد اخترت 3 دراسات مهمة. أولا، دراسة أخير الدين وزملائه عام 2022. ناقشت هذه الدراسة مشاكل استخدام القواميس الإلكترونية وبينت وجود صعوبة في فهم المعنى بدقة. ثانيا، دراسة عارف ومولياني عام 2021. كشفت هذه الدراسة أن القواميس الرقمية سهلة وسريعة في تعلم اللغة العربية. ثالثا، دراسة بهاء الدين وزملائه عام 2022 ركزت على الترجمة الإلكترونية وأكدت ضرورة مراجعة النتائج لضمان دقة المعاني. وفي الختام، يتضح أن القاموس الورقي والقاموس الإلكتروني يساعدان معا في تعلم اللغة العربية. القاموس الإلكتروني أسرع وأسهل في الاستخدام، بينما القاموس الورقي أكثر دقة ويساعد على الفهم العميق. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الطريقة الأكثر فعالية لدى طلبة جامعة ماليزيا كلانتان. هذا فقط مني. شكرا جزيلا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.